بعد ما اتعلمنا ازاي نعمل شيبس ونغير الوانهم، في الحلقة الرابعة في دقيقة مع سكول خلونا نتعلم ازاي نعمل اشكال جديدة عن طريق الحاجات اللي اتعلمناها قبل كده. دلوقتي هنا احنا عندنا دايرتين عايزين نستخدمهم عشان نعمل شكل جديد. هنيجي نختار الدايرتين مع بعض، هنلاقي هنا عندنا فوق في فيجما على اليمين مور اكشنز، هنلاقي في عندنا كذا حاجة ممكن نعملها. أول حاجة عندنا الانترسكت سيلكشن، لما بنختار وأعمل شكل جديد بالتقاطع اللي بين الشكلين زي كده. ممكن نعمل الكلام ده مع أي شكلين مختلفين مش شرط دايرتين. تاني حاجة عندنا الاكسكلود سيلكشن، دي بقى بتعمل عكس الانترسكت سيلكشن، دي بقى بتشيل التقاطع بتاع الشكلين تعمل لنا شكل من باقي دايرتين زي كده. تالت حاجة عندنا سبتراكت سيلكشن، دي بتاخد الشكل اللي فوق وبتشيله من الشكل اللي تحته. فزي ما شفنا هنا اخدت الدايرة الزرقاء وشالت منها الجزء التقاطع مع الدايرة الحمراء، وده ممكن نعكسه عن طريق ترتيب الأشكال لللايرز. آخر حاجة معانا هي اليونيون سيلكشن، فاحنا هنا عايزين مثلا نعمل شكل افوكادو، فاحنا عندنا 3 اليبسز، 2 لونهم اخضر هنا من ورا والبني دي من قدام. لو جينا اخترنا دايرتين اللي لونهم اخضر جينا نعمل يونيون سيلكشن، وده اللي بيجمع الاشكال كلها في شكل واحد. هنلاقي ان هو اتعمل عندنا شكل واحد بدل دايرتين. لو جينا دلوقتي واخترنا الشكل الجديد، لو كبرنا الكورنر راديوس ل 100 هنلاقي ان هو بقى عندنا كده شكل الافوكادو. بس وبكده نكون اتعلمنا ازاي ندمج الاشكال مع بعض باربع طرق مختلفه. لو حابب تتعلم اكتر ابعت لنا عشان تعرف التفاصيل.